بالله عليك عاوزك تنقي كلامك اللي مش بينطق ده، طريقتك الفظه في التعامل دي. جاي الموقف دلوقتي والفاظ بنت كلب، فانا حبيت ان انا اشارككم الفيديو. والله العظيم ام زمان الله يرحمها كانت بتقول لك الملاف السعد. الملاف السعد اللي هو البني ادم اللي ربنا ساعده بيحط حلاوه اللسان ديت ويخليه يطلع كلام حلو. انت حد قابلك مقابله حلوه اكرمك، سلم عليه، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في اولادك، ربنا يكرمك زي ما كرمتنا. حتى الزوجه اللي في البيت، صاحبك، اخوك، جارك، راجل عزمك وكلف وعمل، انت تعالى وانت خارج قول لها ربنا يكرمك زي ما اكرمتينا، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك في اولادك، فرحتينا واسعدتينا. حتى لو عندك ضيف ومروح وهو مروح قول له يعني بالله عليك ما تحرمنا من الحاجات الحلوه دي، اكرمنا واسعدنا، وجودك بيفرحنا. ما يبقاش الراجل وهو مروح حس ان انت كأن هو كابوس بتشيله من على قلبك. اجبروا الخواطر ونقي كلامك بمعنى يا جماعه الملافظ دي نعمه من ربنا. في بني ادمين، في شباب، في بنات، في رجاله كبار، في حريم كبار، والله ملافظهم بتقفل القلب والعين. احنا ليه طيب؟ احنا الدنيا جميله والدنيا حلوه والمقابلات خلاص احنا مع بعض. اللسان ده هيعبر عن اللي جوه، ان كان اللي جوه تمام نطلعه على اللسان. يبقى انا ما ينفعش ان انا يبقى انا فرحان بوجودك وفرحان بقعدتك، وفي نفس الوقت انا بتكلم بطريقه مش تمام، مهملك في القعده. ومن جمله الكلام بالله عليكم بلاش موضوع التليفون، بلاش وانتوا قاعدين مع حبايبكم دايما التليفون. بلاقي 7 8 قاعدين في اوضه بيتكلموا مع بعض، المفروض ان هم بيتكلموا مع بعض. 7 8 قاعدين كل واحد فيهم في دنيا لوحده، بمعنى ده في تليفون وبيتفرج على حاجه، وده في تليفون، وده في تليفون، وده في تليفون، وراحت القعده الحلوه واللمه الحلوه والدنيا الحلوه افتقدوها، اتحرموا منها. كنا زمان لما بنخرج مكان حلو زي كده واحد فينا يطلع التليفون ويصور، يقول له يا عم عيش لوقتك، الصوره انت هتاخدها واللقطه اللي انت هتاخدها والفيديو اللي انت هتاخده مش اولى من الدقيقه اللي انت تعيشها جميله. عيش اللحظه اللي انت فيها دي، سيبك من الجو اللقطات والصور والكلام، من عيش الجو اللي انت فيه. لا النهارده مش بناخد ذكريات حتى مع بعض، ده احنا النهارده بقينا موجودين مع بعض ومش موجودين مع بعض، لا بالوجدان ولا بنتشارك ولا بمشكله اتكلمنا فيها، ولا حتى خدنا لقطه نفتكر بعض بيها. بنقعد مع بعض بالساعه وبالاتنين على كافيه، على بيت، في قعده، في مكان، في مشوار، كل واحد فيهم مش في دنيا في مشكله، لا والله ده هو كل واحد فيهم عمال يقلب على الفيس، وبقى اللي على التليفون اقرب للي قاعدين من بعض. اللي انا بقرا المنشور بتاعه بتاع اللي قاعد في اخر بلاد الدنيا بقى اقرب لي من اخويا وصاحبي واختي وحبايبي اللي قاعدين معايا في قلب الاوضه. لا مش عاجبني الطريقه دي. والموضوع ده اتكلمت فيه موضوع مره واتنين، موضوع التليفون اللي بيتلم في قعده ده بالله عليكم امنعوه. لما تكونوا مع بعض اقفلوا تليفوناتكم وعيشوا الدقايق المعدوده اللي انتوا فيها مع بعض، عيشوها مع بعض وردوا على بعض بطريقه حلوه، والكبير يرد على الصغير بطريقه حلوه، والصغير يرد على الكبير بطريقه حلوه. نقوا كلامكم عشان تملوا القلب والعين. الكلام الحلو والكلام الطيب بيفرح وبيملى القلب، بيملى العين، بيخليك دايما لك مكان في قلوب البشر. يقول عليك فنجاري، يقولوا عليك بتاع، لكن هم بيحبوك مهما عملوا، هم بيحبوك. فانت بالله عليك حافظ على حبهم ده، وخليك دايما كلامك حلو. مع الحلو كلامك حلو، مع الوحش تلاشاه ويبقى كلامك حلو. السلام عليكم.